لا، في عن وكالة ناسا. وكالة ناسا. وكالة ناسا دي تقريبا يعني شبه وكالة البلح كده، بس هما بيبيعوا فيها أناناس بدل مش عارف بصراحة. إيه، مش دي. طب بلاش، تعرف إيه عن الفضاء أصلا؟ الفضاء. أنا كل معلوماتي عن الفضاء إن الفضاء دي حاجة كبيرة جدا، كبيرة أوي بقى، فاهم يعني؟ ما لا ملهاش عدد، أكبر من الأرض دي مرتين تلاتة كده. وغالبا يعني غالبا ما فيهاش، انت لو رحت هناك هتبقى الدنيا ضلمه، فاللي انت شايف سواد بقى، كله سواد. لو في صوت هتلاقي اللي هو صوت صرصور القرية ده، اللي هو سيو 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 ده بس. ده تقريبا كل فكرتي عن الفضاء، حاجة فاضية كده، مش عارف بقى بصراحة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في جوكر العلوم. طبعا كلنا عارفين إن الكواكب والنجوم ليها أشكال كتير أوي على الإنترنت، وإن المجرة بتاعنا والفضاء ده ليه صور كتير موجودة على الإنترنت. بس هل الصور دي فعلا حقيقية ولا لأ؟ هو ده اللي هنعرفه، فكمل معايا. وقبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة لازم تكون واخد فكرة عن الطفل الكهرومغناطيسي، فخلينا بقى كده نرجع لثالثة ثانوي عام في مادة الفيزياء. والطيف الكهرومغناطيسي هو مصطلح عام بيشمل كل الترددات الممكنة، إنما بقى البشر بيقدر يشوف جزء منها بس في حاجة اسمها الطيف المرئي. وبيمتد الطيف المغناطيسي من الموجات المنخفضة زي الراديو والمايكروويف لحد الترددات العالية اللي شبه أشعة إكس وأشعة جاما. ده معناه إن العلماء والباحثين عندهم حاجات كتيرة جدا يقدروا يستفيدوا بيها البشر مش بيشوفوها، وبكده يكونوا بيعتمدوا على تلسكوبات بترصد الفضاء بالترددات دي، وهما بياخدوا الترددات دي يحولوها لترددات نعرف احنا نشوفوها، مع محاولة الحفاظ على الصور الطبيعية والألوان الطبيعية بتاعتها. وده معناه إن الألوان اللي احنا بنشوفها أو الصور دي مش حقيقية، لأ هي صور حقيقية ولكن متعدلة عشان خاطر تعرف تشوفها. وخلينا نضرب لكم مثال زي مرصد العالم هابل. المرصد ده بيقدر يشوف الترددات دي زي ما انت بتقدر تشوف الألوان بالظبط، إنما هو عليه حاجات بيحطها في المرصد، بيقدر يشوف كمان الإشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية، وبكده يكون أشهر مرصد اللي هو بتاع العالم هوبل ما بيصورش الحاجات بالألوان الطبيعية، هو بيجيبها أبيض وأسود ويحصل عليها تعديل زيها زي إيدة التليفون كده بالظبط. بس خليني أعرفك إن التنويرات دي مش على حسب مزاجهم، لا ده على حسب الترددات اللي بيوصلها المرصد، بيقدروا يحولوها لترددات بتحولها للألوان الطبيعية أو قريبة من الطبيعية شوية. على سبيل المثال زي صورة بيلا اوف كوليشن، ودي الصورة الأشهر اللي صورها المرصاد، وهي صورة مشهورة لثلاث أعمدة نارية في سديم النسر. الصورة الملونة دي هي شكل الصورة اللي لو بصينا عليها في الطب المرئي، والتانية دي هي منظرها في المنظور في الأشعة تحت الحمراء. وبكده نستفيد إن مرصد هابل ده بيقدر يشوف تحت الغبار والأشعة تحت الحمراء اللي بتخلي الإنسان الطبيعي ما يقدرش يشوفها، وإن في نجوم وكويكبات جوه الأعمدة الغازية دي. وبكده نقدر نقول إن الصورتين دول يشبه الحقيقيين ولكن هما مش حقيقيين. وبكده يكون ده أول نوع من أنواع الصور اللي بتشوفها للفضاء. في نوع تاني اسمه النوع الريندر. إيه النوع الريندر ده؟ نوع الريندر ده هو نوع محرف أكتر من الأولاني، يعني كله تخيلات. فخلينا نضرب لك مثال مثلا زي إيه؟ خلينا ناخد مثال إزاي الريندر ده بيرصد الصور عن طريق مجموعة صور اسمها رابست 1. هضرب لك عليها مثال عشان تفهم إزاي المرصد ده شغال. الصورة دي من على سطح كوكب من أحد كواكب المجموعة الشمسية. طب إيه الصورة دي؟ هو في حد راح الفضاء ونزل على الكوكب وصورها؟ لأ خالص. خليني أشرح لك إزاي الصورة دي اتعملت. أول حاجة العلماء اعتمدوا على تلسكوب اسمه تلسكوب سبيتزر عشان يقدروا يحددوا كتلة الكوكب. من خلال كتلته وكثافته قدروا يحددوا إن الكوكب ده هو كوكب صخري، وعن طريق القياس من المرحلة الضوئي قدروا يخمنوا إن الكوكب ده هو كوكب قريب من الشمس جدا. فبالتالي وانت واقف على الكوكب لو شفت الشمس هتلاقي حجمها كبيرة جدا. بما ان الكوكب ده قزم احمر بارد وده وصف فلكي، فقدروا يحددوا ان الكوكب ده على سطحه هيكون فيه ميه. ولان الكواكب الموجوده في المجموعه دي قريبه جدا من بعضها، قدروا يرصدوا في الفضاء كده او في السماء اللي انت شايفها دي ان في كواكبات او نجوم ظاهره، عشان يقول لك ان انت لو واقف على سطح الكوكب ده هتقدر تشوف الصوره دي زي ما انت شايفها كده بالظبط. وبكده تكون ظهرت عندنا صورة كاملة
من خلال قراءات قليلة وصلها المرصد لتخيلات كتير قدروا إن هم يصوروا إزاي أنت هتشوف الكوكب ده أو إزاي هتشوف العالم من خلاله وأنت واقف على الكوكب ده. وبكده خلينا نقول إن نسبة الخطأ في الصور دي تتعدى 80%. يعني أنت لو في نقاش علمي مش هتقدر تثبت أي حاجة بالصور اللي بيوصلها المرصد ده. وبكده يكون وصلنا للنهاية. فخلينا متفقين ان كل الصور اللي احنا بنشوفها دي هي صور جميله جدا وبتحمسك ان انت تدرس وان انت تشوف اكتر عن الفضاء، لكن في الاول وفي الاخر هي معظمها تخيلات وحاجات رسمها العلماء بخيالهم. وبكده يكون تم بحمد الله. خلصنا الفيديو النهارده. لو عايز تتاكد من معلومات هتلاقي تحت المصادر. وبس كده، كان معاكم محمد سيد.